سلام سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم حبيت نوجد معاكم ملوخيه طيبه سله سله كما يقولوا التوانسه، وواقفه على زيتها وتجيك بنينه وما فيهاش تعقيدات ياسر. وتبعوا كيف نديروا الوصف. في برمة نجيب كميه تاع زيت ملاح، نزيد عليها بول تاع ملوخيه، نشعل عليها النار ونقصها خلاص خلاص، ونبدا نحرك فيه حتى اللي تذوب هذيك الملوخيه مليح. نزيد عليها ورقه تعرنت ونحرك مليح، وين تبدا تغلى شويه نشوف في الحاشيه تاعها تبدا تدير في هذوك الفقاعات. نجيب الماء المغلي ونمرقه، نعمر البرمه تاعي خلا، ونخلي النار ديما ناقصه. نزيد راس صغير تاع ثوم مرحي ونغطاها ونخليها بعقلها تطيب. من جهة أخرى نروح نفوح الدجاج تاعي. درت صدر تاع الدجاج قطعته كما هكا كاريات كبار، ودرك نبدا نفوحهم. ندير كمية تاع بصل معاهم، نزيد عليهم ندير فلفل احمر وكركم زنجبيل فلفل اكحل وفاح مخلط، نزيد عليه مغرفة تاع زيت، الملح، ونخلط مليح، ونزيد عليهم مغرفة تاع الطماطم تاع الباطة، راح تزيدها بنة. خليت الدجاج تاعي يشرب هذاك الفواحات واحد الساعة هكاك. وين نقص لي الماء في الكوكوط تاعي، زدت فلفل احمر وبديت نحط في هذاك الدجاج المفوح، نكملو كامل نحطو، نقص كعبة تاع الطماطم ونحطها، هذه اللي راح تزيدنا بنة. نخلي النار تاعي ناقصة خلاه، ومن ذاك نحرك ونطب الملوخية وتبدا تخرج في زيتها. نزيد عليها قرن فلفل طحار ومغرفة تاع ثوم كبيرة، ونخلي ديما النار تاعي قليل حتى اللي توقف لي زيتها خلاه. الملوخية تاعي بعد ما وقفت على زيتها ووجدت صايي راهي تشهي، ان شاء الله شهيتكم في الجنة، ويكون يعجبكم الفيديو تاع اليوم. ملاحظة بركة حبيت نقولكم الكونتيتي هذه اللي درتها انا راهي تاع واحد 6 7 عباد هكاك. انتي تحبي تكيلي بالمغرفة، كل مغرفة راهي تدير لك صحن.